وعماد متعب كمان الجان. لا الجان اتفقنا يا كابتن. ما هو كده برضه. يا عماد مساء الانوار. منورك يا كابتن مدحت. ازيك يا كابتن؟ يا رب يخليك وكل سنه وانت طيب. هابي بيرث داي. حضرتك طيب يا كابتن، ربنا يخليك. يعني خلينا نقول لك اولا طبعا مبروك على يعني ما شاء الله الظهور الممتع بتاع امبارح يا عماد. سنة طيب هداف. والكباتن هنا بيقولوا لك كل سنه وانت طيب. ومطيبين، ربنا يخليك كابتن. سلم لي عليهم كلهم. انا مش الاستاذ محمد حمدان المشرف على الكره في نصر التعدين، والكابتن احمد كمال مدرب الحراس، وطبعا الناقد الكبير الاستاذ عصام شلتوت. سلامي ليهم كلهم، ويعني الف شكر على اي حاجه هم ممكن يكونوا قالوها عليا. ربنا يخليك. كل خير ابو الكباتن. حابب اسالك بقى سؤال يا عماد، سؤال كده هتاخد عليه 100 جنيه لو جاوبت. اتفضل يا كابتن. اول جون جبته في الدوري العام مع النادي الاهلي كان في السويس، اسمنت السويس. في اسمنت السويس. يا سلام عليك، يا سلام. احنا حاطينه على الشاشه 3 وسجلت هدفين. برافو عليك اهو قدامنا اهو. اول دول يا جماعه، اول هدفين لعماد. صح. في اسمنت السويس. هيبقى ليك في ذمتي 100 جنيه يا عمده. اقسمهم من 500 اللي عليك ولا الاثنين. عماد، يعني امبارح ما شاء الله احرزت هدف في توقيت رائع. اولا هدف اللي انت جبته الحلو ده، انت لفيت بجسمك. ايه سبب ان انت لعبت الكوره بظهر راسك؟ الكرة يمكن لو حضرتك تابعتها من الاول يا كابتن، انا استلمت الكرة، كنت لسه نازل واستلمت الكرة من اجاي، وبعد كده لعبتها له وانا كنت بره ال 18، كنت متطرف. صحيح. فبدات ادخل لل 18 بالتدريج، ويمكن جسمي لو حضرتك رجعت الكرة هتلاقيني بجري باصص له، وبحاول ان انا ابقى شايف الكرة وشايف انا فين. فعمرو جمال كان في مكان، فحبيت ان انا يعني اخد مكان تاني غيره، وتوقعت الحمد لله، كان في توقع ان الكره هتتلعب في الحته دي. يمكن لما الكره اتلعبت ما كان جسمي مش معدول، فحاولت ان انا الحقها باي جزء من دماغي، والحمد لله كنت حاسس بالمكان اللي انا فيه، يعني كنت حاسس بالحته اللي انا فيها او المكان اللي انا فيه، وكان كل تفكيري ان هي تلمس دماغي، بس يعني ما تروحش في اي اتجاه، تروح في نفس الخط اللي انا فيه. بالظبط. ويمكن ربنا كرمني الحمد لله. هو ده احساس الهداف. ده احساس الهداف بالفطره. يعني شوف اجاي هنا رقص وحطها لعماد اهي، وعماد لف فعلا حطها بمنتهى الاحساس. ده يا دوبك هتاكل من العارضه حته او من القائم. احساس حاجه جميله يعني. احساس المكان قوي. عماد، انا امبارح قلت ان انت وقعت عقود 3 نقاط، وستوقع في خلال ايام عقود النادي الاهلي. هل حد اتكلم معاك ولا لسه يا عماد؟ لا، ما حدش اتكلم معايا خالص في قصه التجديد من عدمه يعني. لكن الاهم الحمد لله المكسب، ويمكن المكسب ده كان بالنسبه لنا مهم جدا، لان احنا يمكن اخر مباراتين شاركنا فيهم كان مباراه الزمالك وما وفقناش يعني، وخسرنا البطوله، وبعد كده مباراه الاسماعيلي يمكن انتهت بالتعادل. فكان هيبقى صعب جدا تبقى المباراه الثالثه، لان حضرتك عارف ان كل ما يعني ما بتخسر نقط ورا بعض، او كل ما بيكون في نتائج سلبيه، الضغط بيزيد سواء على اللعيبه او على الجهاز الفني، والجمهور بيبدا يبقى بيطالب اللعيبه بمكسب. فالحمد لله يعني المكسب كان، الهدف كان مهم قوي، والمكسب كان بالنسبه لنا مهم جدا يعني. انا طبعا يعني سؤالي ده هو يعني واقع الامر، انا اجابته معروفه ان انت مؤكد هتجدد في الاهلي، لكن هو سؤال افتراضي لو لم يحدث، هل عندك يعني عروض اخرى يا عماد؟ بص يا كابتن مدحت، والله عشان اكون صريح مع حضرتك، اكيد طبعا في عروض ثانيه كتير. يعني حضرتك بتتكلم على الدوري المصري طبعا. اكيد طبعا في عروض ثانيه كتير، لكن يعني انا ما بفكرش في اي حاجه دلوقتي غير ان انا عندي عقد لسه مستمر مع النادي الاهلي. كل تفكيري ان انا اشارك وادي مع زمايلي واساعد بقدر الامكان ان احنا نحاول نحقق البطولات اللي جايه كلها. وبعد كده انا مستني يعني، سواء النادي الاهلي محتاج عماد، انا تحت امر النادي الاهلي ومتربي في النادي الاهلي، دي حاجه مفروغ منها. النادي الاهلي مش محتاج عماد، انا طول ما انا شايف وحاسس ان انا قادر العب وقادر العب طبعا 90 دقيقه واقف على رجلي، هشوف يعني ايه الانسب بالنسبه لي وايه الاحسن. هيبقى الاولويه طبعا ان انا اي عرض خارجي، لو ما حصلش هبدا اشوف ايه اللي موجود هنا في مصر يعني، وايه الانسب ليا. ما اعرفش هيبقى سهل بالنسبه لي ان انا اعمل كده ولا صعب، لكن وقتها هشوف ايه اللي ممكن يحصل يعني. من المؤكد 100% ما نقصوش واحد ان انت هتمضي في الاهلي. اخيرا المدام جابت لك هديه ولا عملت مش واخده بالها؟
يعني انا حابب اشكرها يعني بما ان حضرتك جبت الموضوع واتكلمت عن يارا يعني، لا بجد يعني انا بشكرها على وقوفها جنبي في الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا، ويمكن ساندتني بشكل كبير جدا في الفتره اللي فاتت. هي على طول مسانداني، لكن الفتره اللي فاتت كانت صعبه جدا بالنسبه لي وكانت واقفه جنبي جابت هديه يا عمده ولا ما جابتش؟ لا جابت، وعلى فكره كانت لسه كمان عزماني على العشاء، عشان كده ما كنتش. لا ما هو العشاء ده بقى العشاء طبيعي عشان هنتعشى. العشاء ده سهل يا عمده. لا والله لا يعني لا، وجابت هديه ويعني ربنا يخليها لي ربنا يخليها لك يا رب، ويخلي لك ولادك يا عماد، وبالتوفيق دايما يا حبيبي. وانت مؤكد، انا بقول لك اهو من هنا وانا عارف انا بقول ايه، انت مؤكد ان انت في النادي الاهلي، انت مكسب لاي مكان، وفي مقدمتهم بيتك النادي الاهلي يا عماد. كابتن عماد، انا عصام شلتوته كابتن. عصام ربنا يخليك. انا عايز اقول لك ان انت تاريخ لا يلغى في ثواني. يعني احنا عندنا في مصر، انا قلت الكلام ده من حوالي سنه مع الكابتن مدحت لو هو فاكر طبعا، زي ما في كينج توتي في كينج متعب، ده بجد يعني. انت قيمه اقتصاديه، انت قيمه احترافيه، انت قيمه طبعا لمبادئ النادي الاهلي اللي الناس بتتكلم عنها في كل وقت. يعني سير فعلا انت جان الكره المصريه. الاهلي وعماد متعب اظن ان هم يعني متسقان، لا يمكن ابدا لاحدهم اخلاء الطريق للثاني، صدقني، بمنطق احترافي وبمنطق النادي الاهلي الذي اعرفه. كل سنه وانت طيب يا جان. شكرا يا عصام وحضرتك طيب، ربنا يخليك. شكرا يا عمده، اشكرك يا حبيبي، شكرا جزيلا.